راديو تسعينات، راديو يتسمع. دلوقتي معكم مع برنامج رمضانك جميل مع هبة أحمد ودكتورة سميرة صلاح. اخترنا برنامجنا في الروقان بعد الفطار وانتهزنا فرصة أفكار الليل وإن النسيم عليل إن نفتح معاك مواضيع تخلي رمضانك جميل. ومن الحاجات المهمة اللي هتخلي رمضانك جميل بجد إن احنا نبعد عن السوشيال ميديا طول شهر رمضان. السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي بتؤثر على العلاقات الاجتماعية المختلفة والمتنوعة إيجابيا وسلبيا، والعلاقات الأسرية تعد أحد أهم العلاقات دي نظرا لكونها الحجر الأساسي في بناء باقي العلاقات الاجتماعية التانية. والله دي حقيقة فعلا يا دكتور سميرة، إن فعلا أساس أي بيت العلاقة الأسرية، أكيد وخصوصا طبعا. في رمضان لازم طبعا. يكون في ترابط ما بين الأهل أو المعارف أو الصحاب. ويمكن يكون ربنا خلى شهر رمضان دوت إن احنا يبقى فيه التجمعات، وبسبب السوشيال ميديا ده ما بقاش بيحصل. يعني احنا أصلا طول شهر رمضان الوقت بيكتر، يعني مثلا الشغل عدد وقته بيقل، الدراسة بتقل، عدد المحاضرات الوقت بتاعها بيصغر، فبيبقى فيه مساحة أكبر إن احنا نقعد مع أهلنا، وإن احنا العلاقة الروحانية بيننا وبين ربنا تكون أقوى من الأيام العادية، زي صلاة التراويح، قيام الليل، صلاة الفجر. بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نحافظ على الصلاة في وقته، نحاول إن احنا نتلم علشان نقوي صلة الرحم ما بين الأقارب والصحاب. وده عكس تماما اللي بتعمله السوشيال ميديا. ولا حضرتك إيه رأيك؟ تمام طبعا يا هبة، السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. في منها الإثارة الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة، اللي هو تعزيز التواصل. إزاي أعزز التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة إذا تم استخدام السوشيال ميديا بشكل نشط وفعال، وخاصة إذا كان أحد أفراد الأسرة مقيم بالخارج. يعني إزاي أنا أقدر إن أنا أتواصل مع قريبي اللي بره أو أخويا أو ابني أو هنا بقى فايدة السوشيال ميديا. يعني طبعاً. مثلا لو عندنا حد من قرايبنا بره مصر، فالسوشيال ميديا خلت انك اسهل انك تشوفه، اسهل انك تكلمه كل يوم. بجد في ناس ممكن تفطر مع بعض اونلاين، فاتحين الكاميرا وفاتحين لايف وكل واحد عارض حياته للتاني علشان نقرب المسافات. بس زي ما حضرتك قلتي ان هو سلاح ذو حدين. في الحد التاني او السلاح التاني ان الناس اكتفت بمسج على الواتساب او بوست على الفيسبوك، وناسوا تماما اللمه بتاعت العيله واللمه بتاعت الصحاب، اللي هو خلاص انا مش هعيدت عليك. يعني حتى الاول كان ممكن نرفع سماعه التليفون ونقول لبعض، لا دلوقتي بقت مسج، وممكن يبقى لكل الناس مره واحده كل سنه وانتم طيبين. طب احنا هنتقابل امتى؟ طب احنا هنشوف بعض امتى؟ طب احنا هنقوي علاقتنا ببعض امتى؟ مفيش. وده سبب من الاسباب الكتير قوي بقى فيه جفا كده في التواصل بين الناس، ما بقاش فيه صلة رحم وحب. هقول لك على حاجة. السوشيال ميديا برضو أنا لسه قايلة إنه السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. إن أنا لما أتكلم مع أخويا بره أو ابني، ده بيخليني أتعرف على ثقافات الشعوب التانية. يعني مثلا السعودية مثلا فيها رمضان بشكل مختلف تماما عن مصر، عن أثيوبيا، عن أمريكا، عن الدول الأجنبية أو الدول العربية. بتعرف على الثقافات والشعوب المختلفة والتقاليد اللي بيتسم بيها كل شعب. بالظبط، دي طبعا. حاجة من مميزات السوشيال ميديا. وبرضو بنأكد ان فعلا السوشيال ميديا ليها أهمية كبيرة، بس زي ما ليها أهمية كبيرة ليها جانب سلبي. أكيد. والجانب السلبي فيها في نقطة كمان ممكن تكون مش السوشيال ميديا بس، ممكن نقول كمية المسلسلات والبرامج اللي في شهر رمضان اللي فعلا لا تعد ولا تحصر. كمية عدد مسلسلات تقريبا أكتر من ال 24 ساعة، يعني تقريبا بيتذاع 55 مسلسل واليوم فيه 24 ساعة طبعا. فأنت اللي مش بتلحق تسمعه أو اللي مش بتلحق تتابعه، بتبدأ تتابعه بقى على السوشيال ميديا، تدخل تجيب الحلقة وتتفرج عليها. الوقت بقى اللي احنا بنوفره من الشغل ومن الدراسة بيبدأ يروح كله على الفرجة على المسلسلات، حاجات مش هتفيدنا أصلا. عايزة أقولك تعقيبا على كلامك برضو إن المسلسلات دلوقتي في الوقت الحالي بيبقى فيها ألفاظ نابية. الأطفال بيتفرجوا والشباب بيتفرجوا فبيطلعوا يقلدوا.
مش عايزه اقول للاسف زي ده مين. ده, ده طبعا دور الرقابه بقى. طبعا ده دور طبعا. الرقابه. وكمان السوشيال ميديا بتزعزع الترابط الأسري في عرض المواد اللا أخلاقية والإباحية واللي بتدمر الأسرة وبتقضي على مبادئها وعلى قيمتها. والله انا شايفه ان حل الموضوع دوت هو ليه حلين. اول حاجه طبعا الرقابه، اللي هو لازم نكون مركزين اكتر خصوصا في الحاجات اللي بتدخل البيوت، يعني مش السينما، لا المسلسلات، لان المسلسلات اولادنا وابنائنا بيتفرجوا عليها وبيبداوا يكتسبوا منها خبره وبيبداوا يقلدوها في حاجات كتير سواء كانت سلبيه او ايجابيه، فلازم الرقابه تاخد بالها. طبعا بما ان الرقابه بيفوتها كتير قوي مواضيع زي دي، وبقينا بنشوف عادي جدا الفاظ خارجه، وعادي جدا نأيد البلطجه، وعادي جدا يبقى في عري في المسلسلات حتى في رمضان. انا شايفه ان الدور ده بقى بيرجع للاسره. أكيد. اللي هو انا لازم اكون عامله كنترول على اولادي، وانا اكون متابعه هم بيقولوا ايه، هم بيبداوا يتكلموا ويشوفوا ويتفرجوا على ايه اللي انا اسمح بيه ان هم يشوفوه ولا لا. وانا شايفه ان ده ممكن يحصل لو الام اتفرجت الاول على الحاجه وبدات بعدها تقرر هل ابني او بنتي ينفع يتفرجوا عليها ولا لا. انا شايفه ان العامل الاساسي في البيت. انا هقول لك نقطه صغيره. الام دلوقتي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي ما تقدرش تعمل كنترول على اولادها، لان السوشيال ميديا اصلا دلوقتي دمرت كل الاخلاقيات اللي موجوده في الاسره. فانا برجح انه لازم البذره الطيبه من الاول من الاساس تكون موجوده في الاسره. يعني مثلا الاسره شهر رمضان ده التلفزيون ده يا جماعه في اوقات معينه يتفتح واوقات لا، لان في اوقات خاصه بالعباده. ده شهر كريم لربنا سبحانه وتعالى، اعلمهم ازاي نتصدق، ازاي نزكي، ازاي نعطف على بعض، ازاي الالفاظ اللي موجوده في اي شهر كريم ما تتقالش. لازم في شهر رمضان يكون في كنترول. فدي البذره الاساسيه في الاسره، الام والاب بيحطوها. تمام. لازم يكون في صلاه وعباده ووقت معين لشهر رمضان الكريم. هو ده فعلا بالظبط اللي لازم كل الأسرة تنميه في أولادها. لازم نقسم لهم اليوم كده. أكيد. في وقت للصلاة، وفي وقت للفرجة على التلفزيون، وفي وقت للأهل. وبجد يا جماعة الترابط الأسري طبعا ده مهم جدا، هو اللي فعلا بينمي مجتمع صالح. طبعا. بينمي مجتمع سوي. لو الأسرة مفككة، ولو الأسرة ما فيهاش حب، ولو الولد مش اخد الاكتفاء من الحب والحنان في البيت، هيبدأ يدور عليه بره، وللأسف مش هيلاقيه بره، فيبدأ يكتسب صفات سلبية من بره. طبعا. نصيحتي للأسرة المصرية في شهر رمضان الكريم، حافظوا على أساس الأسرة، حطوا البذرة الصح. إزاي نقدر ننمي مجتمع أسري سليم في شهر رمضان؟ ازاي نعلم اولادنا ازاي يصوموا، ازاي يصلوا، ازاي تعبدوا ربنا في شهر رمضان الكريم او غير شهر رمضان الكريم. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، ونرجع ونقول رمضانك طول عمره جميل. احنا اللي بنحاول نكون جمال زيه، ومهما عملنا قليل بس بنحاول نخلي رمضانك جميل. مع هبة احمد وسميرة صلاح. نشوفكم في حلقه جديده من برنامج رمضانك جميل.